المنتخب الوطني المغربي في 2 ديال الدقائق الاولى على انطلاقه هذه المقابله. اذا عمليه هجوميه منسقه بهذا الشكل. كنشوفوا امين عدلي يعني من خلال عمليه هجوميه خاصه تمريره ديال اللاعب حكيمي جاءت الكره بهذا الشكل امين، ونشوفوا هنا اللمسه سقوط على ارضيه الملعب. بالتالي الحكم ما ترددش في الاعلان على ضربه جزاء، المعطى الاول والهام في هذه المقابله، وبالتالي بدايه مهمه وجيده مع انطلاقه تفاصيل هذه المقابله. المنتخب الوطني المغربي امام المنتخب التنزاني. غادي نشوفوا هنا التحضير على الصوره، يظهر الحارس كويسي كواوا التنزاني 21 سنه. إذا الاستعداد لتنفيذ أول ضربة جزاء في المشوار المؤدي للمونديال، ونيطة المهمة لأشرف حكيمي. أشرف حكيمي وضع الكرة ديالو، رجع للخلف، كيتقدم أشرف حكيمي ويضيع كرة مشات مباشرة إلى خارج رقعة الملعب. على أي هي مع الانطلاقة ديال تفاصيل هذه المقابلات، الكرة ديالو صوبها بقوة، اعتلت العارضة الأفقية يعني بسنتيمترات قليلة، وبالتالي